سيبيه يرجع على السجادة، مش هيجرى حاجة. الولد اللي قدامكم ده مات بسبب الترجيع، السجادة تتعوض لكن ضفر الابن ما يتعوضش. وتعالى اقول لكم التفاصيل، ويا رب الرسالة من الفيديو توصل للكل. بس ما تنسوش لايك ومشاركة علشان الفيديو يوصل، وصلوا على النبي. وحسب كلام اخوه اللي بينام معاه في نفس الاوضه ان الولد ده صحي بالليل كان عايز يرجع. طبعا ما فيش حمام في الاوضه، لازم يقوم من على سريره ويطلع بره الاوضه وبعدها الصلاه ويدخل الحمام ويرجع. بس علشان الولد كان عايز يرجع في وقتها، ولو هيرجع على السجاده، حط ايده على بقه علشان يكتم الترجيع. فضل يحط ايده على بقه كده، وكل ما الترجيع يجي هو يرجعه تاني. هو بالبلدي كده كتم الترجيع لحد ما يوصل للحمام، خوفا ان هو يرجع على السجاده علشان بيخاف من امه. المهم بعد ما خلص ترجيع، الاهل لاحظوا عليه ان هو بيحاول يكح، مش عارف، بيحاول ياخد نفسه او يرجع نفسه تاني برضه مش عارف. فاخدوه وطلعوا بيه على المستشفى على طول. لكن المفاجأة والصدمة، الدكتور قال لهم الولد توفى. طب ايه سبب الوفاة؟ انتوا عارفين ان الترجيع بيبقى فيه حتة اكل، انا اسف يعني. المهم قال لهم الدكتور الولد وهو عايز يرجع وهو بيكتم الترجيع، اجزاء من الترجيع وصلت الرئتين، قفلت مجرى التنفس عنه. الرساله انك ما توصليش ابنك او بنتك لدرجه من الرعب انه ممكن يضحوا بحياتهم في سبيل ان هم ما يتعرضوش للعقاب اللي انتوا وعدتوهم بيه او اللي انتوا عملتوه فيهم قبل كده. الموضوع ده خلانا افتكر عيل صغير امه بعتته علشان يجيب طلب من السوق. المهم وهو راجع بالطلب اكتشف ان الطلب ده بايظ، خاف يرجعه تاني للبايع، وفي نفس الوقت خايف يروح به لامه. امه اللي متعود انه لو عمل اقل حاجه يشوف اشد انواع العذاب، ازاي هيروح ليها والطلب بايظ كده؟ المهم خطر في باله فكره، طلع في الدور الاول وقام رامي نفسه على اساس ان هو وقع من على السور. وما قالش ان هو اللي عمل كده، لا، قال ان انا وقعت. ليه طيب؟ علشان عقاب الام يتحول لاهتمام، اللي هو عارف ومتاكد ان الام مش هتهتم بيه غير لما يكون هو في مصيبه، فبالفعل عمل في نفسه كده. وبالمره علشان ما تعاقبهوش على الحاجه البايظه اللي هو جابها وغصب عنه. وده خلانا اتاكد برضه من كلام الدكتور النفسي اللي شفته من يومين عن الشباب اللي بتيجي تتعالج عنه. هنشوف الفيديو مع بعض وهنسمع هو بيقول ايه بالظبط. بس يا ريت تعملوا لايك ومشاركه للفيديو ده على قد ما تقدروا علشان الرساله دي تدخل كل البيوت. يا رب كل الاباء والامهات يشوفوا الفيديو ده. والله العظيم أول حاجة بيتعلمها ابنك إزاي يخبي عنك مصايبه. والله العظيم أول جملة هيقولها للدكتور النفسي بعد 15 سنة من دلوقتي، هيقول له أنا مش قادر أنسى نظرة أبويا ليا وهو بيضربني. خلال الفترة اللي فاتت دي يا جماعة جاني 9 استشارات كلهم مضمونهم واحد برسالة توجع القلب، إن آباء وأمهات بيضربوا أبنائهم من سن 2 لسن المراهقة. في هتقول لي في حد بيضرب حد يا شيخ مع عمره 2؟ والله العظيم في أمهات بتحط شطة لعيالها في بقها وبتلسعهم بالشمعة وبتقرصهم 2 وبتقرصهم، وتجيب عود الكبريت تولعه وتلسعه فيهم. والله العظيم في ناس بتعمل كده من سن 2 لغايه سن المراهقه. يا جماعه انا مش جاي الومكم ولا جاي اقول لكم ان انتم مش بتحبوا عيالكم، انا جاي اقول لكم عاوزين نقف وقفه صدق مع نفسنا دلوقتي. النهارده ابن حضرتك اللي انت بالنسبه له اكبر مصدر امان هو انت اكتر حد بتاذيه، والمراهق اللي وصل سنه 13 و14 سنه وحضرتك بتضربه عشان تعلمه الرجوله، والله انت بتهد كرامته وبتبعده عنك وبتخليه يبحث عن الامان بره البيت، وبره البيت مرعب. يا جماعه الضرب ما بيصنعش رجاله، الضرب ليه اثار سلبيه فوق ما تتخيلوا. الضرب بيعمل تلف في الخلايا العصبيه في المخ، ولو في ضرب على الوجه بيعمل تلف في خلايا الاعصاب بتاعه الوجه، وبيعمل ضمور في الخلايا العصبيه للمخ. وبعد كده نقول الطفل بيطلع غبي ليه؟ ما هو من حضرتك اللي بتضربه يا غالي. الضرب ده والله العظيم بيوصل الطفل لعدم احساسه باستحقاق المحبه. خلاص هو يقول لك انا راجل، انا شخص غير محبوب، انا شخص سيء، ويفضل عايش على الاحساس ده طول حياته. بعد كده الضرب بيعلمه الانتقام والعنف والعدوان، وبيوصل كمان للسرقه. هتقول لي بيسرق ليه؟ والله السرقه اثر قوي جدا من اثار الضرب، بيسرق منك الامان اللي انت ما عرفتش تديهوله غير بالضرب. حرام عليك. بيعلم الولد الكره والحقد والغل والحسد، كل ده من اثار الضرب. بيعلم الولد فقدان الثقه بالنفس ويخليه مستقبلا يفقد لغه الحوار اساسا. يفقد لغه الحوار يعني بكره وبعده لما يجي يتزوج مش هيتعامل مع زوجته غير بالضرب، مش هيتعامل مع اولاده غير بالضرب، مش هيعرف ياخد ويدي ويبقى فيه موجود سكينه ورحمه وموده بعد الزواج. كل ده اثر، كل دي من اثار الضرب حبيب قلبي. بيخلي الولد او البنت يشعروا بالدونيه. عشان كده البنت اول ما يجي يتقدم لها حد حتى لو هو غير كفء ليها بتضطر توافق عشان تخرج من البيت اللي حضرتك وحضرتك فيه، وبالتالي بتقبل باي حد. وكذلك الولد عشان حاسس بالدونيه وحاسس ان هو مكروه اصلا في حياته، فاول حاجه بيعملها انه بيضطر يوافق على اي واحده يتقدم لها ويعيش معاها غير سوي نفسيا، ويطلع كل اللي عمله ابوه فيه
فيه في العيال. ليه يا جماعه؟ ليه نوصل لكده؟ ومع ذلك انا النهارده جاي اقول لحضرتك على 3 حلول تستعين بيهم حضرتك وحضرتك اول ما توصلوا لنوبه الغضب اللي بتوصلكم للضرب. رقم 1 قاعده ال10 ثواني. افصل، اول ما تحس انك هترفع ايدك اخرج من الاوضه وخد نفس في 6 ثواني واكتمه وطلعه في 4 ثواني بهدوء. النفس ده بيفصل الغضب اللي موجود بمجرد ما الاكسجين دخل عندك. رقم 2 يا حبيب قلبي، الحرمان المؤقت. بدل الضرب يبقى فيه حرمان بقى من حاجة حلوة، حرمان من خروجه، حرمان من لعبة، حرمان من كذا، حرمان من كذا. الحرمان بيعلم المسؤولية لكن الضرب بيعلم الخوف. اما الخطوة الثالثة حبيب قلبي وهي لغة الحوار الحازم. نظرتك هي اللي بتحفظ هيبتك. انزل لمستوى الطفل، عينك في عينيه وتذكر ان انت العاقل البالغ وهو الحلقة الاضعف في البيت اللي احنا بنفرغ فيها ضغوطاتنا وعصبياتنا. بص له بنظرة حزم، ونظرتك دي والله العظيم بتحفظ هيبتك. لكن الضرب بيسقط من هيبتك وبيخلي الولد يا اما يدعي عليك يا اما يكرهك، وتفضل علاقته بيك مدى الحياة فيها شرخ مش هتعرف تصلحه. احنا بنكسر حاجات جوه اولادنا صعب تتصلح يا جماعة بالضرب. اقسمت عليكم بالله ال3 خطوات الحلول دول لعلهم يوصلوا لحد هو اصلا مدمن ضرب اولاده، فيبقى احنا منعناه من ان هو يضرب اولاده بوصول الفيديو ده ليه. شير الفيديو يا جماعة وخلي بالكم من عيالكم. رجاء محدش يضرب عياله. رجاء ارحموهم عشان ربنا يرحمنا ويهدينا لتربيتهم.